في حديثه عن المباراة الودية أمام المنتخب الفرنسي، أوضح هشام دكيك مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أن النتيجة لم تكن ذات أهمية بقدر تركيزه على تجربة تكتيك جديد ضمن برنامج إعداد أسود القاعة للاستحقاقات المقبلة. المباراة التي أقيمت في مدينة لافال الفرنسية انتهت بخسارة المنتخب الوطني المغربي، وكانت فرصة للوقوف على إمكانيات اللاعبين الجدد وتأقلمهم مع أسلوب اللعب. الدكيك أكد أنه كان بالإمكان الفوز على فرنسا لو تم الاعتماد على الخطة التقليدية، والتي منحت المغرب سلسلة انتصارات طويلة بلغت 60 مباراة متتالية، لكنه قرر تجربة خطة اللعب الطائر نظرا لسرعة وقوة لاعبي المنتخب الفرنسي، واعتبر أن هذا النهج كان ضروريا كي يعتاد اللاعبون على تطبيقه في مواقف معينة مستقبلا، خصوصا بعد دراسته للاحتياجات الفنية التي ظهرت خلال كأس العالم في أوزباكستان. وأشار دكيك إلى أن بعض اللاعبين الأساسيين مثل يوسف جواد، بلال البقالي، عثمان الإدريسي وخالد بوزيد غابوا عن المباراة بسبب الإصابة، وأوضح أنه لن يعتمد على هذه الخطة في المباريات الرسمية إلا بعد أن يتقن اللاعبون بالكامل